السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل اطياب في البيت، هتبقى احلى اطياب ان شاء الله. حاجة نظيفة وحلوة جدا هتعجبكم. آه انا شخصيا انا وولادي عجبتنا. يلا نعملها مع بعض ونشوف هتتعمل ازاي. هجيب نص كيلو بانيه ونص كيلو اوراق مخلية وهفرمهم مع بعض. معلش الحتة دي ما صورتها وراحت مني، فبحاول ان انا اظبط الفيديو معاكم. فيا رب الفيديو يعجبكم لاني بعمله بطريقة جديدة. بصوا اطياب جميلة ازاي، عمل لي كمية كبيرة دي كلها من كيلو فراخ، صدور فراخ ووراك نص ونص، او فرخة واخليها واعملي عليها. يلا بقى نشوف الطريقة هتتعمل ازاي، هتعجبكم جدا. الطبق ده ينفع جنبه تعملي جنبه تومية، او تعملي تحطي شوية كاتشب فينو يتعمل سندوتشات. ممكن شوية مكرونة ونكمل. يلا نعمل بقى الطريقة. انا هنا فرمت الفراخ بتاعتي في الكبة، وهحط عليها ده فول صويا نقعته في نص كوباية مية، نص كوباية نقعته في مية لمدة نص ساعة، بس تكون مية ساقعة. ندمجهم مع بعض بالمنظر ده كده، واحط التوابل بتاعتي، نحط فلفل، ندمجهم مع بعض ونحطهم. هنحط بس فول صويا، وهنحط ده فيجيتار ناعم من عند العطار، ربع كيلو هحط كله. مش هحط اي توابل غير شوية فلفل كمان صغيرين، لان الفيجيتار ده يعني حاجة، هو فيه كل حاجة، فيه كل التوابل. نحطه عليها وهنقلب كله مع بعض كده. مش هينفع كده بقى، انا هقلب بايدي، ادمجه مع بعض. يبقى انا مش هشتري غير 3 حاجات. هنجيب فيجيتار من عند العطار، وفول صويا برضو من عند العطار اللي هو المحبب، وننقعه في المية و... والفراخ بتاعتي. ريحته جميلة جدا وانا بعمله، ريحته هايلة، جربيه هيعجبك وانضف بكتير من بره. هفضل اقلب فيها كده لحد ما تندمج مع بعض اهو. اهي بقت جميلة اهي، طرية في ايدي وريحتها حلوة. ملحها بيبقى مظبوط، عايزة تزودي ملح زودي. افضل اعجنها كده شوية لحد ما تبقى زي حتة عجين في ايدي، تندمج مع بعض. ما بحطش عليها بيض ولا بحط عليها اي حاجة. احطها بقى في التلاجة شوية علشان خاطر اعرف اشكلها. بعد ما حطيتها في التلاجة شوية، خدتها علشان خاطر اشكلها، حطها حوالي ساعتين ولا حاجة في التلاجة علشان تعرفي تشكليها. بعملها بالمنظر ده كده علشان تبقى شبه اطياب بالظبط، تبقى زيها بالظبط. وممكن تعمليها بطريقة تانية، ممكن اعملها نحط كيس تحتيها وكيس فوقيها، وافردها كويس قوي وابططها. ولو عندك اشكال تشكلي بيها اعمليها، بس انا بحب اعملها بالشكل ده، تبقى ايه، شبه اطياب، تدينا الشكل اللي احنا بنشتريه جاهز. ادي عملت معاكم واحدة، نركنها على جنب. بصوا كمية حلوة قد ايه، ولسه كمان بعمل فيها. اعمل واحدة كمان اهو، بدورها كده واروح مظبطاها بايدي. اخلي سمكها حوالي نص سنتي، ما تخليهاش تخينة عشان تستوي معاكي. هتبقى بالمنظر ده كده اهو. لا تخنيها ولا ترققيها، تخليها بالمنظر ايوه كده. هنشيلها بقى في التلاجة شوية كمان، خلص الكمية دي كلها واحطها في التلاجة شوية
ونشوف هنعمل ايه كمان. بجد كمية حلوة، ما كنتش متوقعة ترمي الكمية دي كلها. حطيتها في التلاجة بقى شوية، وجبت الكورن فليكس بتاعي اللي انا جايباه من عند العطار. الربع كيلو حلو بيوزن يعني، خفيف فما بيوزنش، بيرمي حبة كتير. ناخد واحدة نحطها في المية، لا بيض ولا حاجة خالص، نحطها في المية. ايوه، وبعدين على هنا على طول كورن فليكس، بططها كده نظبطها. اهي المية خليتها تلم ايه شوية كويسين اهم. هكرر بقى مرة كمان عشان يبقى الكفر بتاعها يعني عالي، ممكن احطها مرتين، يعني هركنها شوية وبعدين ابقى اديها مرة كمان عشان تبقى مقرمشة من بره وعليها كورن فليكس كتير. حلو قوي، ولادك هينبسطوا بيها بجد. شفتوا انها بنشتري نص كيلو الاطياب ب 400 جرام، حتى مش نص كيلو، بكام؟ انتوا عارفين انها غالية. وبعدين شوفوا النتيجة بتاعتها هايلة، وطريقتها سهلة مش صعبة. العطارين موجودين في كل حتة في مصر. بصوا، حاجة فوق الوصف. بجد التجربة عجبتني، اتمنى تجربوها انتوا كمان وتدعولي. بجد حلوة. هعملها المرة التانية بقى، بعد ما نشفت الشمعت شوية رحت حطاها في المية لمرة تانية. بصوا بقت عاملة ازاي وقد ايه. هي كل المشكلة بتاعتها ان احنا بنحط في التلاجة وبعدين نجيب، نحط في التلاجة ونجيب، يعني ايه الوقت. هتاخد معاكي وقت، بس في الاخر النتيجة حلو. مش وقت يعني، هو الوقت هيبقى في التلاجة. بصي بقى الكمية قد ايه اللي انا عملتها. شكله جميل ازاي وطعمه حكاية. اعمليها لولادك، انتي لو نايمة ولا حاجة وهم عايزين ياكلوا ممكن يحمروها، والحاجة موجودة في التلاجة. حمر جنبها شوية بطاطس، ونعمل تومية. عايزة اعمل لكم مرة تومية، ناس كتير طلبتها مني. عايزة اعمل لكم تومية حاجة كده، يعني ايه، نضيفة. خلاص الكمية بتاعتي خلصت، والكورن فليكس كمان خلص اهو. ما شاء الله، ربع كيلو كورن فليكس وربع كيلو فيجيتار، وتمن كيلو آه تمن كيلو اللي هو اسمها ايه جوجو. يبقى احنا كل اللي جبناه فول صويا. الكمية جميلة كتيرة اهي ما شاء الله. نحطها في التلاجة شوية وبعد كده نحمرها. احلى تحمير ليها بقى ان انا احطها في الديب فريزر، وبعد كده اطلع احمر على طول وهي متجمدة. احطها في زيت غزير، لازم الزيت يغطيها ويبقى كتير، وننزل كده. كل ما حطيها في الديب فريزر وما تخافيش، طلعيها وحمري على طول. اهو جميلة ازاي، والله فيها بركة، انا ما كنتش متخيلة الجمال ده. اعمليها في البيت هتوفر معاكي كتير. الكيلو هيعمل معاكي مثلا اكتر من 2 كيلو. انا عامل معايا 35 قطعة بالحجم ده. حمرها بقى تحمير كده، خليها لونها يبقى ذهبي كده. 35 قطعة ما شاء الله، يعني ايه، يشبعوا، حاجة مشبعة جدا. هنقلبها بقى كده اما تبقى يعني تحمر من تحت، نروح مقلبينها على الوش التاني. ما نقعدش نقلبها كل شوية علشان خاطر ما تحمر كويس. حمرناها بالمنظر ده كده.
طالعه جميله بسم الله ما شاء الله. ما تنسوش تعملوا لي اللايك والشير وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. واللي مش مشترك عندي اعملي لايك واشترك لي. لو الطريقه عجبتكم ما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات. بصوا من جوه جميله ازاي، مستويه وطريه من جوه ومقرمشه من بره. ان شاء الله هوعدكم اعمل لكم التوميه بطريقه حلوه وسهله ومش مكلفه وسهله، مش هخليكي يعني ايه تندمي ان انت عملتيها. كميه جميله. بصوا يعني مش عارفه اقول لكم طعمها جنان جنان جنان. يلا بقى جربيها انت وهي وقولوا لي رايكم فيها. وما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وتشتركوا في القناه. والسلام عليكم. هنعبيهم الاول في الاطباق بقى واوريكم الكميه قد ايه. اهو بس عملت لي كميه قد ايه. نشتري النص كيلو، ما بيجيبش نص كيلو كمان وبيبقى غالي. انتوا عارفين الاطياب غاليه وبجد دي انضف، حتى اقل ضمن نظافه الفراخ اللي انت عاملاها. عايزه اقول لكم بره بيعملوا الفراخ بيفرموها كلها العظم كله، مش هيقعدوا يخلوها. يلا بقى نحمر شويه بطاطس جنبها او تعملي شيبسي او تجيبي شيبسي من بره وتاكليها لولادك. اكله جميله جميله جميله. وبكده خلصنا اهوت. محمره شويه على قدنا بس، ولما نعوز يبقوا يفتحوا ويتحمروا. سهله جدا، اسهل من البطاطس والطعميه. والحاجه في البيت الدنيا شتا وكل ولادك كل شويه عايزين ياكلوا. خلاص كده، ايه رايكم؟ جميله. اتمنى